السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة فيديو جديد، اتمنى ان هو يعجبكم. بس لو اول مرة بتشوفيني، انا اسمي اسماء، بعمل روتينات وبقدم وصفات كمان لأكل الدايت، وبديكي نصايح ازاي تنظمي ميزانية بيتك، وكمان بديكي افكار لإعادة التدوير، وكمان بشاركك كل روتيناتي سواء الاهتمام بالبشرة او بالشعر. فتابعي معايا الفيديو للاخر علشان النهارده فيه روتين تحفيزي حلو جدا هيخليكي في منتهى النشاط وتقومي تعملي البيت بسرعه. وطبعا اول حاجة بحب ابدأ بيها اليوم هي الفطار، وعلشان الفطار في الدايت يكون مشبع ومفيد بحب يكون فيه اكتر من نوع من البروتين. فاخدت فول كنوع من البروتين، وهعمل معاكم بيض بقى حلو جدا جدا، جربوه بالطريقة دي هيعجبكم قوي. اول حاجة جبت البيضة وحطيت عليها شوية ملح وهضربها كده اومليت عادي خالص. بعد كده في طاسة على النار هقطع فيها شوية بصل، انا بحب البيض بالبصل جدا جدا. وطبعا اللي عارفني عارف ان انا بحب ادخل الخضار في كل الاكل، سواء بقى خضار زي الخيار زي الجزر زي البصل، اي نوع خضار بحب ادخله في الاكل، ولازم تدخلوه لان هو بيمدكم بالفيتامينز. وحطيت كمان شوية بسطرمة كده، بس حاجة بسيطة يعني، حاولوا ما تكتروش منها. كمان هحط عليهم البيضة. انا هسيب البيضة لغاية ما تبقى تقريبا شبه مستوية، وهتحسوا ان هي بقت مسكت نفسها. هحط في النص كده على الحرف او في النص كده جبنة موتزاريلا، تقدروا تحطوا جبنة قريش برضو بتدي طعم خطير، وكده هتبقوا عليتوا القيمة الغذائية وزودتوا كمان كمية البروتين اللي موجودة في الفطار بتاعكم، وبالتالي هتحسوا بالشبع لوقت طويل. عايزة اقول لكم ان ساندوتش البيض ده تحفة، تكليب الشوكة، مشبع جدا. طبعا تقدري تزودي كمية البيض زي ما انت عايزة، بس انا كنت حاسة ان بيضة كفاية قوي يعني، كانت حجمها كويس وكبيرة. حطيت بقى الفول والبيض وشوية كده من الخيار والبنجر. انا بعشق يا جماعة البنجر، وهو مفيد جدا جدا، لاني حاسة ان اليومين دول عندي انيميا، والحقيقة الدكتورة طالبة مني تحاليل برضو للانيميا. فحابه ان انا ادخل اي حاجه يكون فيها حديد، نسبه حديد في اي اكل انا باكله. فاليومين دول مركزه قوي مع البنجر لاني بحبه جدا وهو غني بالحديد، فبحطه في كل حاجه تقريبا، في السلطات او باكله كده. بس اهم حاجه اعصروا عليه ليمون علشان الفيتامين سي بيساعد على امتصاص الحديد. كمان تقدروا تاكلوا معاه فلفل الوان، لان الفلفل الالوان غني بفيتامين سي. فقدر المستطاع دخلوا الخضار على قد ما تقدروا في الاكل بتاعكم. وطبعا الخضار الوان بقى وكده، الاطفال كمان هيحبوه. عودوا ولادكم من وهم صغيرين ان هم ياكلوا اكل صحي. قبل ما نكمل بس هنرجع للفيديو. انا هنا حبيت ان انا اعمل روتين كده سريع، نقدر نقول عليه ان هو روتين ال10 دقايق. بظبط الوقت، ادخل اوضة معينة او مكان معين واقول انا قدامي بالظبط 10 دقايق واكون مخلصة الجزء ده. دخلت كده الليفينج وعملت لها تنفيضة سريعة كده للركنة، وفرشتها تاني، وطبعا ظبطتها. وهبدأ ان انا كمان امسح الارضيات. دي من اكتر الحاجات اللي انا بحبها جدا وبحب اعملها، ان انا ادخل الصبح كده ارتب الاوض وامسحها وتبقى البيت نظيف. اي نعم ما بيبقاش نظيف عشان عندنا اطفال في البيت، وممكن بعد ساعة ولا حاجة تلاقيه اتبهدل، وفيروز جابت البصل وقشرته في الشقة. بس قدر المستطاع بحاول ان انا يعني اخليها تبقى قاعدة في مكان واحد وتبهدل فيه براحتها، وبعد كده بقى ننظف مع بعض. اهم حاجة ان انتوا تشاركوا ولادكم في التنظيفات. يعني مثلا لو هم بهدلوا حاجة يا جماعة، لازم تقولوا لهم تعالوا بقى يلا ننظف كذا، تعالوا نعمل كذا، يلا تعالى ساعد ماما، يلا تعالي ساعدي ماما. الموضوع ده بيفرق جدا جدا، ان الطفل بيبقى متعود ان هو يساعد مامته في ان هو يرتب، او ان هو لما يكبر يبقى عنده ملكة ان هو لازم يرتب الأوضة بتاعته، ما يسيبش حاجته متبهدلة. كمان لما الولاد بيشوفوكوا بتنضفوا بيقلدوكوا. انا مثلا عندي فيروز هتلاقوها داخلة معايا في الفيديو كده بالمساحة، فهي شايفاني مثلا بمسح فجابت المساحة بتحاول تقلدني. يعني هي اي نعم بتعطلني، بس مش مهم، هي بتحاول تقلدني.
فدي حاجة كويسة جدا. بعد ما خلصت الليفنج رحت على الريسبشن، وبدأت كده انفض الصالون تنفيضة حلوة كده، وارتب الكوشنز بتاعته، لان فيروز كانت مبهدلاه وسايبة اللعب بتاعتها فيه، وتقريبا كانت نقلالي المطبخ. والحاجات المغارف والحاجات دي كلها موجودة كانت في الريسبشن، فحبيت كده ان انا ارتبه ترتيبة سريعة كده، وامسح الارضيات برضو، لان فعلا كانت حقيقي متبهدله. وانا يعني زي ما انتوا عارفين انا شايله السجاد، قاعدين بس كده من غير سجاد، لان احنا في مرحله البوتي تريننج لسه. فان شاء الله باذن الله، يعني انا مش ناسيه لما اخلص المرحله دي هحكي لكم كل حاجه بالتفصيل، وازاي المرحله دي هتكون معاكي سلسه، وايه اكتر حاجات لازم تعمليها علشان تريحك، وعلشان ما تضغطيش على اعصابك وانتي في المرحله دي، لان فعلا الموضوع محتاج صبر وطولة بال غير طبيعيه. بس يعني الحمد لله ربنا بيهون وكل حاجه بتعدي. هنا لو تلاحظوا انا في الفيديو قبل ما بمسح بستخدم بخاخة. البخاخة دي فيها ملمع ارضيات، فيها معطر، وفيها كمان كلور ومية. بستخدمها على المكان اللي انا عايزه امسحه، وبعد كده بلمعها بالموب. عايزه اقول لكم ان الموب ده عملي جدا جدا، لانه بيلف في كل الاتجاهات، وفعلا بينضف لي وبيلمع لي الارض. بس يعني اهم حاجه كنسوا الارض كويس، وبعد كده امسحوها بالطريقه دي، وامسحوها والموب ناشف. يعني انا ما جبتش الجردل بتاعه، انا بس استخدمت المساحه، لان مش حابه ان انا اعمل ميه كتير وكده عشان الخشب برضو ما يبصش، فاكتفيت بالبخاخه كده زي ما انتوا شايفين. وتقدروا تستخدموا كمان ملمع الزجاج. ملمع الزجاج حلو جدا جدا في تلميع السيراميك والارضيات، بجد حلو قوي قوي قوي. عملته معاكم قبل كده لما كنت بنظف تنظيفه العيد، وقلت لكم ان هو بيلمع السيراميك وبينضفه بيخليه زي الفل حرفيا. بس اهم حاجه اكنسوا السيراميك من التراب كويس جدا، وبعد كده استخدموا البخاخ والمساح. انا تقريبا كده خلصت الريسبشن، والحقيقه كنت مبسوطه قوي قوي، لان ريحه الريسبشن حلوه ونظيف ومترتب، وحقيقي اتبسطت قوي من النتيجه بتاعه البخاخه اللي انا عاملاها دي. هي حلوه بجد بصراحه، وبتدي ريحه حلوه جدا في الاوضه. وطبعا انا ببقى مجهزاها علشان طبعا تحسبا لاي حاجة تحصل واحنا قاعدين. فبجد حلوة جدا وبتسعفني قوي. بعد كده دخلت على اوض النوم، وحبيت ان انا ارتب بقى كده السراير واظبطها، وبعدين دخلت اوضة فيروز وبرضو ظبطت لها السرير بتاعها، وبكده اكون خلصت بقى الروتين التنظيف بتاعي بتاع ال10 دقايق. وحبيت اكافئ نفسي، وعملت ليموناتة كده ساقعة بالمية عليها عصرة ليمونة وسكر دايت، وممكن تستخدموا عسل عادي جدا، وبجد منعشة قوي في الحر ده. بس كده ده الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.